بص بقى، جايبه لك تطبيقات لموبايلك الاندرويد تحدي بجد ان انت مش هتحتاج ولا واحد فيهم، بس عشان خاطري يعني عايزين ندعم بعض شويه كده. اعمل لايك للفيديو، اشترك في قناتي على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد اول باول. بدون ما اطول عليك يلا نبدا. والتطبيق الاول هو تطبيق خاص لو انت ما عندكش ميزه المجلد الامن. المجلد الامن ده يعني ملف كده او خزنه امان بتاعتك بتقدر تحفظ فيها الصور والفيديوهات اللي انت مش حابب ان حد غيرك يوصل لهم. التطبيق مجاني تقدر تستخدمه بسهوله وتضيف عليه اي صور وملفات خاصه بيك عشان تكون مقفوله برقم سري محدش يعرفه ولا يقدر يوصل له غيرك انت. ده تطبيق اسمه نهر، عربي بالكامل. تقدر من خلاله تصمم بوسترات او تعمل صور شخصيه او اي تصاميم للصور او ستوري خاصه بيك انت ما عندكش اي خبره ان انت تعملها. قوالب الجاهزه اللي انت تقدر تستخدمها، في منهم حاجات مدفوعه وحاجات مجانيه تقدر تستخدم منهم اللي يعجبك. تطبيق مجاني متاح للاندرويد والايفون، وانصحك جدا ان انت تستخدمه تحديدا لو ما عندكش خبره في التصميم او حتى لو عاوز حاجه احترافيه. التطبيق ده بيخليك تسجل الملاحظات بتاعتك بالصوت. مش بس كده، هو بيفرغ لك الصوت ده لكتابه عشان لو انت ما عندكش مزاج تسمع صوتك مره تانية، وكمان بيلخص لك الصوت ده. يعني مثلا لو عندك ملاحظات ان احنا محتاجه نعمل فيديو عن التطبيقات الاندرويد يوم السبت، هو بيلخص لك الحاجات المهمه والنقط المهمه من التسجيل الصوتي ده ويديها لك على شكل ملخص بالذكاء الاصطناعي، او حتى يفرغ لك الصوت زي ما هو. تطبيق مجاني وفي منه نسخه مدفوعه اعلى بشويه، تقدر تجربه بمنتهى السهوله وصدقني هيفيدك 100%. لو بتدور على تطبيق للمونتاج بسيط وخفيف في نفس الوقت، وكمان في قوالب جاهزه تقدر تعدل عليها بس من غير ما تكون محتاج حاجه احترافيه، كل اللي عليك تحمل التطبيق ده. مجاني ومتاح للاندرويد وكمان متاح للايفون، واعتقد بشكل كبير ان هو يستحق التجربه. لو انت شخصيه كاريزما لابعد الحدود وما بتحبش الناس تعرف ان انت قريت الرسائل بتاعتهم، فده تطبيق مميز جدا بالنسبه لك. التطبيق ده وظيفته كلها ان هو ما يظهرش علامه الصح الزرقاء لاي حد انت بتقرا الرسائل بتاعته. كل اللي عليك بس تحمل التطبيق بشكل مجاني على موبايلك الاندرويد، تسمح له بالاذونات اللازمه، وتختار التطبيقات اللي انت عاوز تقرا الرسائل بتاعتها من غير الطرف تاني ما يعرف ان انت قريتها. وبالشكل ده اي رساله هتجيلك هتلاقيها موجوده جوه التطبيق ده. وعلى فكره امان جدا بالنسبه لحساباتك، مفيش اذونات مبالغ فيها هتضر حساباتك على ايا كانت المنصه اللي انت هتختارها. لو بدور على تطبيق يعمل لك سكان للملفات بتاعتك والاوراق، فده احسن تطبيق ممكن تجربه. شخصيا جربت الفتره الاخيره، افادني جدا. بيطلع الشكل او النص حتى لو الصوره مهزوزه او مش واضحه قوي، بيطلع الشكل واضح جدا واحترافي لابعد الحدود. في منه نسخه مدفوعه وفي منه نسخه مجانيه، تقدر تجربه بنفسك وتقول لي رايك فيه في التعليقات. وكمان ما تنساش على فكره انك ممكن تقول لي رايك في الفيديو ده بالكامل. ايه رايك في التطبيقات اللي انا كلمتك عليها النهارده؟ فادتك ولا لا؟ محتاج تطبيقات ايه الفتره اللي جايه؟ والاهم من ده كله، انت ليه لسه مش بتدعمني وبتشترك في قناتي على اليوتيوب؟ هزعل منك على فكره.